يعني بصوا حضراتكم، هو شغال عادي وبيوزن للست اللي قدامه، وقبل ما يوزن ليها او اثناء ما هو بيوزن ليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اولا كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير بمناسبة شهر رمضان المبارك، اعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، فكل عام وانتم بخير. وفي الفيديو اللي هعرضه لحضراتكم ده حصلت حاجة غريبة جدا، لكن درس عظة وعبرة، خصوصا ان احنا في شهر رمضان. لكن قبل ما نشوف الفيديو حابب اقول لاخواتي كلمتين ولنفسي الاول. شهر رمضان مش شهر مسلسلات، انا شايف ان في منافسة على المسلسلات واعلانات في كل حتة، وانت هتتابع مين ومش هتتابع مين، ولا هو شهر برامج ومقالب وتوكشو ومسابقات واللازم منه. رمضان شهر عبادة، شهر صيام، قرآن، قيام، التقرب الى الله، اللي قصرنا فيه السنة كلها على قد ما نقدر نعوضه في رمضان. وخاب وخسر من ادرك رمضان ولم يغفر له. يعني بمعنى اصح ما تخليش اي حاجة تشغلك مهما كان، وركز بس في رمضان. والفيديو اللي قدامكم ده الواحد بياع فارش في السوق، رزقه يوم بيوم، جهز حاله قبلها بيوم، جهز الخضار، جهز الفاكهة، وحجز مكانه في السوق، وبيبيع زيه وزي كل البياعين اللي حواليه. الكل مشغول، محدش فاضل حد، اللي بيبيع واللي بيشتري والأولاد اللي بيلعبوا حواليهم، كل واحد منهم في همومه وفي مشاغله وفي مصالحه سارح. لكن البياع ده ما كانش يعرف إن خلاص حانت اللحظة اللي محدش فينا عارف ميعادها، وأغلبنا مش عامل حساب. اللحظة اللي عداد عمرك بالسنة وبالشهر وبالأسبوع وباليوم وبالساعة وبالدقيقة وبالثانية خلاص بينتهي. اللحظة اللي عدد أنفاسك فيها بينتهي، ولو لفيت الكون كله أو لفولك الكون كله علشان نفس، وأنفقت مالك كله علشان نفس واحد، خلاص كده خلص. طبعا الراجل بيبيع زي عادته، في دماغه حسابات، البضاعة اللي جابها هيسدد ثمنها من فين، المصاريف البيت اللي مستنيه لما يرجع، كل ده هو بيحسبه. لكن في الوقت ده أدركوا الموت رحمة الله عليه. يعني بصوا حضراتكم، هو شغال عادي وبيوزن للست اللي قدامه، وقبل ما يوزن ليها أو أثناء ما هو بيوزن ليها، خلاص كده وقع، توفاه الله رحمة الله عليه. وعايز أقول لكم برضو إن المشهد ده أنا شبهته بالدنيا. السوق هي الدنيا، والناس اللي فيها هم البشر اللي مشغولين كل واحد في همومه وفي مشاكله، واللي بيقضي مصالحه وغيره وغيره، والجميع في غفلة. وده واحد مننا جه عليه الدور ولسه الكل مشغول. يعني لو هتاخد بالك حتى بعد ما وقع، البياعين والزباين والناس اللي بتشتري كل واحد مشغول زي ما هو، فين وفين لحد ما شافوه. وحتى بعد ما يشوفوه زي ما بيحصل، كل واحد هيرجع للي كان فيه، مع ان كلنا هيجي علينا الدور زينا زي. بس المهم اننا لازم نكون مستعدين للحظة دي كويس. ادعوا للراجل ده بالرحمة وربنا يصبر اهله، ويا ريت الكل يعمل حساب للحظة دي. انت تارك الدنيا بما فيها، مشاكلها، همومها، مشاغلها، بكل ما فيها، ومش هينوبك منها غير القماشة اللي هتتلف فيها والكام متر او المتر اللي هتتحط فيه. ربنا يصلح احوالنا جميعا ويحسن ختامنا، قولوا امين. بس كده، وكل سنة وحضراتكم طيبين. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.